في ذكريات بتعدي وبتسيب أثر، وفي ذكريات بتعيش جواك كأنها لسه بتحصل دلوقتي، تفتكرها بالغلط لكن جسمك مشاعرك وحتى نفسك بيتصرفوا كأنك رجعت تاني هناك. الماضي اللي مش راضي يسيبك مش حكاية صور وذكريات، ده أجزاء منك لسه محبوسة في زمنها. الطفل اللي تخوف، المراهق اللي تحقر، الإنسان اللي اتكسف يعبر، كلهم لسه جواك مستنيين فرصة حد يسمعهم. دي مش مجرد ذكريات، دي أفكار عقلية بنسميها مخططات، بتتكون من أول لحظة وجع أو حرمان وبتفضل تسحبك من الحاضر وتقول لك خد بالك ده هيتكرر كتير. لكن الحقيقة انت مش نفس الشخص والموقف مش نفس القصة، وده اللي بيخلي الماضي مش بيمشي، لأنه مش في الصور إنما في رد فعلك اللي لسه بيحصل بنفس طريقة زمان. فالعلاج يا صديقي مش إنك تنسى الماضي، العلاج إنك ترجع له وتنقذ نفسك اللي لسه هناك. ونقطة التوازن بتاعت النهاردة إن الماضي مش بيختفي بالهروب إنما بالفهم. راقب المواقف اللي بتوجعك لأنها غالبا باب لطفل جواك بيستغيث. كل مرة تحس بوجع قديم اسأل نفسك ده إحساسي دلوقتي ولا إحساس زمان رجع تاني. اكتب رسالة لنفسك القديمة حتى لو مش هتبعتها، ولما تقدر واجه الماضي في جلسة علاج نفسي، وهناك هيبدأ التحرر الحقيقي. فالماضي يا صديقي مش عدوك إنما هو اللي بيعلمك، ولما تفهم درسه هيسيبك ويمشي بسلام وتوازن. فالماضي مش بيتحرر بالكلام إنما بيتحرر بالأفعال. وجرب معايا الخطوات العلاجية دي من غير استعجال. كرسي الحوار مع الماضي، اقعد على كرسي وحط قدامك كرسي تاني فاضي، تخيل ان نسختك القديمة قاعدة عليه. الطفل، المراهق او الشاب اللي اتوجع كلمه بصوت مسموع، انا عارف انك تعبت وقتها بس خلاص انا هنا دلوقتي وهكمل عنك، ما تستعجلش النتيجة. اللحظة دي اول خيط في الترميم النفسي. رسالة الوداع الواعي، اكتب رسالة للماضي تقول له فيها اللي كان نفسك تقوله زمان، ما تمسحهاش، خليك تقرأها كأنك بتشوف جرحك بيتحول لشهادة تعافي. في اللحظة دي بيتحول الوجع لذاكرة ناضجة. تثبيت الحاضر، بعد أي استرجاع مؤلم اعمل حاجة حسية صغيرة ترجعك لدلوقتي. اغسل وشك بمية باردة، شم ريحة بتحبها، امسك شيء في ايدك. دي مش مجرد تفصيلة بسيطة، دي الطريقة اللي بتقول بيها لجسمك احنا بأمان. اعرف قوتك، فكل مرة بتواجه الماضي ما تقولش أنا ضعيف، قول أنا قررت أرجع لنفسي حقي في السلام. فالماضي يا صديقي مش سجن إنما هو بوابة بتوديك لجوه نفسك، افتحها ناحية نقطة التوازن. فنقطة التوازن لأن السلام بيبدأ لما تصالح نفسك مع اللي فات. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو يمكن غيرك يستفيد.